السلام العائله، كديرين الحباب الاصدقاء المهمات؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله، مع نهار جديد وفيديو جديد. غنشارك معكم فقيقصات مالحين او مملحات اللي كيجيو رائعين وزوينين بزاف، غادي يعجبوكم ان شاء الله. نوجدوهم لهاد العواشر ان شاء الله، عواشر مباركه ان شاء الله، تدخل لكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا. غادي ندوزو للمقادير مباشره. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده لذة، وعندي 3 الفرماجات حتى 4، شحال ما بغيتو ديروا الفرماج قد ما درتو بزاف راه كيجي زوين. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نزيدو المقادير. هنا عندي كاس ديال الزيت، انا كنخدم ونقول لكم المقادير، راه مساهلين هاد المملحات، كتشكليهم كما بغيتي وكيجيو بنان. وهنا غادي ندير واحد المعلقه ديال سنيده ما تكونش عامره، غير باش كتعدل لينا الذوق وكيجينا الفقيقصات او المملحات كيجيو كبيره ديال محمرين. هنا غندير واحد راس معلقه ديال البزار، كيعطي واحد المذاق واعر. التوابل كبيره او معلقه ونص على حسب، درنا راس معلقه ديال البزار ما عمرتهاش مزيان. وغنزيد واحد 2 معالق ديال الخل، رائع حتى الخل كيجي واحد المذاق زوين في الحلوى او في المملحات. صافي هنا كنعجنوا داك الزبده مزيان، نطلقوها مع الحليب مع داك التوابل اللي درنا مع المطار. صافي كنطلقوا الزبده مزيان حتى كتبدا تندمج لينا، وكنزيدوا الدقيق. هنا الدقيق كيبقى على حسب الخليط، حنا كنخلطوا وحنا كنضيفوا. هنا سرعت الفيديو شويه باش ما نجيش الفيديو طويل بزاف. صافي كنزيدوا شويه بشويه ونغربل. الا ما كنتوش مغربلين الدقيق غربلوه، الا كنتو مغربلينه بلا ما تغربلوه فوق القصريه. انا هنا ما كنتش مغربلاه، غربلته مباشره فوق القصريه. وصافي راني كنجمع الخليط ديالي او العجينه ديالي، وما غاديش نقصحوها بزاف حيت باقي غادي نزيدو فيها. وغادي نضيفوا واحد الساشيه ديال الخماره ديال الحلوى قبل ما نساليو العجينه. تقدروا تضيفوها في الاول، انا راني نسيتها عاد ضفتها. صافي هنا غير كديو تجيبوا في العجينه حتى كتجمع ليكم، ما كدلكوش، غير كيفاش تجمع ليكم. وصافي وغادي نقطعوا العجينه ديالنا، كتبقى على هذا الشكل ما قاصحاش وما جارياش. كنقطعوا القطع على 5 ديال القطع، درناهم كويرات كما شفتوا معايا وغطيتهم. وغندوزو كل وحده غادي نقسموها. هنا مسحت الرخامه علاش غادي نخدم، وكنضيفوا الدقيق وكنضيف الكويره الاولى كل كويره ونقسموها باش ما بغيتو. هنا غادي ندير الزعتر اللي كيجي زوين بزاف بزاف في هاد المملحات او الفقيقصات. دابا العواشر راه موجودين، هاد الفقيقصات كيتباعوا، ولكن علاش لا ما نصايبوهمش في الدار؟ كل واحد يصايب حاجه في الدار راه كتجي زوينه. هنا درت الزعتر وكنضيف الدقيق حيت راه العجينه ما قاصحاش، ضروري تضيفوا شويه الدقيق باش ما يلصقش لكم. هنا كديروا على بحال اللي غديروا الشباكيه، كديروا كتجمعوا العجينه وتوليو تعاودوا تدلكوها. وهنا طلقناها على هذا الشكل ودرتها في اللاطه، ودرت الورق الزبده وغادي نطلقها مزيان حيدتها من اللاطه باش يصلح ليا كيفاش نزيد نطلقها. وغنقاد ليها الجناب ديالها بحال هكا حتى تقادوها، عاد ديروها في اللاطه بحال هكا. كتقطعوا بالشراره، نتوما كتقطعوا كما بغيتو، انا غير وريتكم كيفاش، ولكن الشكل كيختلف. انا غنديرو هنا على شكل طولي بحال الصبيعات كيجيو. صافي وغنديروهم في اللاطه وندخلهم الفران يطيبوا على درجه الحراره قليله بزاف، يعني غير شويه باش ما الا جهدتوا البوطه كيتحرقوا ليكم، راه مرقاق وما كيتنفخوش بزاف، غير واحد شويه. هنا غادي نديروا واحد المعلقه ديال هريسه في هاد العجينه هذه الثانيه، وغنديروا التحميره. كنديروا التحميره وهريسه، وكنضيفوا واحد المعلقه ديال الدقيق حيت هريسه راه كتجري لينا العجينه، معروفه راه كتولي العجينه سائله شويه، غادي تولي جاريه. غادي نضيفوا الدقيق باش ما يجراش لينا العجينه. حنا عيننا ميزاننا، حنا كندلكو، حنا كنشوفوا الا بان لنا نزيدوا الدقيق كنزيدوه، ما بانش صافي يعني راه كافيه ديك المعلقه.
كتجي محرره، كتجي زوينه هاد العجينه هادي او هاد المملحات هادو كيجيو حريورين. هنا كنضيفوا الدقيق وغادي نطلقوا الكويره مزيان، وكنديروا نفس اللي درنا في الكويره الاولى، كنطلقوهم ونطويوهم بحال غادي نديروا الشباكيه ونعاودوا نطلقوهم بحال هكا. راهم ساهلين الصراحه. هنا غير بنتي هي اللي خدمات هاد المملحات، هي اللي طلقاتهم وسرحتهم بحال هكا، وكيجيو ساهلين يعني. علاش لا تدخلوا وليداتكم حتى نتوما يتعلموا شويه ملي كيساليو الدراسه ديالهم. صافي هنا غادي نطلق العجينه مزيان ونديروها في الورق ديال الزبده باش كتبقى لي دغيا كتحيد ما كتلصقش لينا في اللاطات. هنا غادي نحيدو داك الجناب وغادي نقطعوها عاوتاني. انا كنقطعو بالجراره او ديال البيتزا، ماشي الجراره العاديه، الجراره ديال البيتزا. صافي هنا نقطعوا لها الشكل. اذا نوريكم كيجيو بحال مربعات، تقدروا نتوما ديروا الشكل اللي عجبكم. المهم الشكل كيختلف، ماشي ما ديوش على الشكل زعما كيفاش درت له انا. تقدروا ديروهم غير صغار وتقطعوهم طريفات، راهم حتى هما كيجيو زوينين. هنا كندهنوا الوجه بواحد البياض بيضاء اللي مطرب مع الخل باش ما يجيش داك الريحه ديال البيض. كنطربوه مزيان وكندهنوا من الفوق بحال هكا. صافي وغادي نرشوا حبوب الشيا او الجنجلان او السانوج او اي حاجه عندكم، اي ذريعه عندكم ترشوها، او الزريعه ديال نوار الشمس حتى هي مزيانه. انا هنا درت حبوب الشيا حتى هما كيجيو بنان مزيان، وديتها للفران حتى هي طيب. هنا دزنا الكويره الثالثه، غادي نديرو فيها الفرماج حمر محكوك. كتجي بنينه 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 بزاف بزاف هاد المملحه هادي او هاد الفقيقسات المالحين بالفرماج محكوك كيجيو رائعين. هنا صافي ما كنديروش الدقيق، هنا غير كنديو نجيبوه في العجينه وصافي، وغادي نطلقوها ونديروا شويه الدقيق بحال اللي طلقنا الاولى، كنديروا شويه الدقيق وكنطلقوا العجينه عادي. هنا درتها هنايا في هاد الورق الزبده وجمعت لها جنيبات قطعتهم ليها صافي. وغادي نقطعوا العجينه كما شفتوا معايا، كنقطعوها مثلثات، كنديروها مربع هي الاولى وعاد نديروا مثلث. هاد المثلثات كنديرهم كبار شويه كيجيو زوينين على هذا الشكل. وعاد غادي نحيد داك الحاشيه اللي خليت في الجناب صافي، ونديوهم حتى هما يطيبوا لينا على هذا الشكل. راهم كيجيو غزالين صافي. وغندهنوهم عفوا بالبيض ماشي الزبده ندهنوهم بالبيض. شوفوا كيجاو رائعين مثلثين، وكندردروا عليهم الفرماج. وحتى بنتي الكبيره حتى هي راه كتعاون اختها بالزواق، كدير ليها الفرماج فوق داك الابيض البيض باش كيلصق، راه ما كيتحرقش، راهم دغيا كيطيبوا وكيجيو زوينين بزاف بزاف محمرين. هنا غادي ندوزو الكويره الرابعه اللي غادي نطلقوها مزيان، وغادي نديرو الدقيق باش ما تلصقش لينا. غادي ندردرو على هادي المعدنوس اللي كيكون مقطع رقيق. هنا كنستعن بالدقيق وغادي نطلق العجينه مزيان. وغادي نديرو واحد المعلقه ديال المطارد، واخا دايرين في العجينه المطارد ولكن ملي كنزيدوه راه كيعطينا واحد المذاق زوين. وغادي ندهنو الوجه مزيان بالمطارد على هذا الشكل بالشيته. غنزيد شويه بحال غادي نديرو شي كريمه. وهنا كنقطعوا المعدنوس كيجي زوين بزاف،
تقدروا ديروا الزعتر الا ما كيبغيش المعدنوس، ولكن حتى بالمعدنوس راه كيجي رائع. صافي هنا غادي نلويو على الاشكل سيجار، كنلويو واحد اللويه مزيانه ومن بعد نقطعو وعاوتاني نكملو السيجار ديالنا. كنديروا واحد 3 ولا 4 ديال السيجارات على حسب الغلظ اللي بغيتو نتوما. صافي وغنديوهم يبردوا شويه في الثلاجه عاد نقطعوهم. كندوزو للعجينه الاخرى اللي بقات ليا الخامسه. كنديروا واحد المعلقه ديال البودره ديال القمرون او الكروفيت، القشور ديال الكروفيت كنكرموهم وكنطحنوهم وكنخليهم عندي. انا ديما كنخليهم عندي في المجمد، كنحطهم في المجمد باش كيبقاو الريحه ديالهم زوينه. درت واحد المعلقه كيتجي النسمه رائعه ديال نكهه الحوت. صافي هي قطاعه عندكم ديروا بها، انا درت غير بهاد الغلاقه هذه حتى هي قاضيه الغرض، ودهنتهم بياض البيض ورشيت عليهم هذا اللي رشيت على الاولى كاع داك السانوج، ماشي السانوج هذيك حبوب الشيا يا ربي. وكنديروهم شويه في المجمد الا كنا مزروبين عليهم يقصاحوا شويه ونقطعوهم باش يصلح لينا كيفاش نقطعوهم ونطيبوهم عادي. هادو هما المملحات ديالنا رائعين ومقرمشين وهشاش في نفس الوقت. والمذاق ما نقولكش عليهم، ما نقول لكمش عليهم الصراحه، غير جربوهم في هاد العواشر ان شاء الله وردوا عليا في التعاليق. وما تنساونيش بواحد اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. والشكيلات كيختلفوا كما بغيتو ديروا ليهم، غير الطريقه ديال العجينه ديروها هي هاد كما درت انا، راه غادي تجيكم بنينه بزاف. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.